لقيت أخيرا لقيت الريكورد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل ده طب خلاص مش لازم تكتبوه، قولوا لي طب الموقف ايه وبعدين نكمل كتابته بعدين عشان الحق اتكلم معاكم. هل انتوا افتكرتي موقف قريب ولا كان الموقف يعني لا ما عملتش حاجه، ما عملتش اخطاء هو أنا قريب؟ ممكن أتكلم على يعني موقف الحلقة النهاردة. إن أنا مثلا قلت إن في إن أنا عندي شغل وكده. فانا دلوقتي لقيت الناس ما حضرتش، فانا بصراحه يعني بقول ان انا غلطانه، ان انا من الأول، بس انا ان انا اللي غلطت علشان كده الناس ما حضرتش، تقريبا الميعاد مش مناسب. حتى الناس ما صوتتش برضو على الاستفتاء ولا قالت حاجه. انا ممكن اكون انا السبب في ان الناس ما حضرتش. لا طبعا انت بس مش انا لما السبب عملت خالص. على الفيس ان انا انت قلت ان السبت يعني ان ميعاد انت الساعه 10 ده عشان انا فاكره انه السبت. يعني بلوم نفسي بصراحة، وحاسة ان ممكن اكون انا السبب في ان زميلاتي يعني اخواتي ما حضروش يعني بصراحة. مم. رقم واحد، ده مش ذنبك انت ومش غلطتك انت. ليه؟ لان انت بتقولي محدش رد على الاستفتاء. هل الاستفتاء لو قالوا مناسب لينا او مش مناسب لينا، لان كان في اكتر من ميعاد، هل انت السبب في ده؟ لا. لكن هو دايما دايما بغض النظر عن يعني، عشان اقول لك برضه قاعده، لما بيجي عندنا مثلا انا دخلت مثلا كورس انجليزي، ده حصل. كان عدد الناس اللي داخلين 65، اللي استنوا للاخر كانوا 12. البدايات للجميع. تمام. لكن مين اللي هيستمر للنهايه؟ دول مش اي حد يستمر للنهايه. احنا عايزين نكون من القله بقى. طيب انت لومتي نفسك، ايه اللي دار في بالك؟ هو ده السؤال بقى. انا دلوقتي عملت موقف، آه كنت عايزه اعمل حاجه وعايزه اتغير في حاجه او عملت حاجه وقلت لنفسي الفكره هنا ايه؟ حوارك الداخلي، السيلف توك. الحوار الداخلي ده من ضمن اكبر المشاكل اللي بتخلي ان انتاجيتنا بتقل. في الكتاب بتاع غريزة قوة الإرادة بيقول إن أنت لما بتكون متراحم مع نفسك أكتر، بيكون تقبلك لأخطائك. إن أنت بني آدم مش معناه إن أنا أتساهل، مش معناه إن أنا أسمح لنفسي بالغلط، لكن تقبلي إن أنا بني آدم وعادي إن أنا أغلط وأقوم أشد حيلي ويلا قوم كمل. لقوا إن الناس عملوا أبحاث على الحكاية دي كتير، لقوا إن الناس بتكون عندها قدرة للقيام مرة تانية أسرع من الناس اللي بتقعد تلوم نفسها وتجلد ذاتها وتعاقب نفسها وهكذا. آه الشات أنا مش ايوه بالظبط. يبقى دايما في جلسات، هو ده بيخلينا ما بنتغيرش. ليه؟ لان بيقول لك برضو من ضمن الاسباب التانيه، مش بنقف عند جلد الذات، ما طالما انا غلطت يبقى مفيش فايده. حد فيكم عمل دايت قبل كده؟ لو انت غلطتي في الدايت مثلا واكلتي فوتي حاجه، اخدتي شوكولاتايه ولا اخدتي تورتايه مثلا ولا اي حاجه لخبطتي، خلاص بقى مش بصي بقى النهارده كله انا هلخبط، طالما انا اكلت عيش ولا اكلت يبقى هلخبط اليوم كله. ده ليها اساس علمي والاساس خاص بالنيورو ساينس، بيثبت ده. ان كلامنا مع نفسنا يعني شعورنا ان احنا ما طالما غلطت ما فيش ده مبرر ان انا اكمل غلط، وبيدخلنا في دايره بقى يعني مغلقه بقى، اللي هي عمالين نلف حوالين دايره مفرغه، عمالين نلف حوالين نفسنا ما بنطلعش منها، لاني مش عارفه اوقفها بسبب ان ايه؟ ما انا غلطت ما خلاص. فجلد الذات ده من اصعب، او الحوار الداخلي ده من اصعب الاسلحه اللي بنوجهها لنفسنا. طيب احنا عايزين نشوف بقى احنا ممكن نقول لنفسنا ايه. انا حاسه انا عندي بقى، انا حاسه العكس. مم. ان انا يعني عديت مرحله جلد الذات، وصلت للمرحله التانية اللي هي ايه مثلا. خطوه خطوه، بالراحه على نفسك، هتعدي. فانا حاسه ان هي وقعت في العكس، ان هو بالراحه لغايه. طب ما لازم اشد على نفسي شويه. طيب يعني الفرق ما بين يعني يعني نقطه التوازن بقى ما بين الشده وما بين اللين. فاهمك. صحيح. انا ما اعرفش نمطك ايه وفق هيرمان. انت عملتي معايا هيرمان قبل كده يا روضه؟ اه، كان انت عندك الجانب تحليلي. العاطفي؟ ايه، عندك الجانب العاطفي عالي؟ مش فاكرة، هو كان الجانب التحليلي أكتر يعني. تحليل اشوف بقى إيه. طيب الجانب العاطفي والابداعي ايه؟ لان معنى ان انا يعني ايه، ما بشدش على نفسي قوي، ممكن اكون انا محتاجه ازود الجانب المنطقي والتنفيذي عندي. انا محتاج في حاجه اسمها الادوات او الذكاء الاكزيكتيف
انتليجنت او الذكاء التنفيذي. انا محتاجه اتعلم ان انا مهارات تساعدني على التنفيذ. فاحنا مش بنقول احنا بقى مش عايزين نقع في فخ، يا اما ابقى انا ماسكه لنفسي عصايه، يا اما انا رغم العلم. ما هو ده اللي احنا بنقول يا منيره، يا انا مش عايزه امسك بقى في عصايه، يا اما اجلد نفسي على اني ما غلطت ما اتغيرتش، يا اما انا كبري دماغك ستي مش مهم. يعني لا تراخي ولا افراط ولا تفريط، احنا مفترض ان احنا ما نقعش في الفخين دول. اغلب حاجه اني اقول ليش ردة فعلي نفس كل مره لا تتغير رغم العلم. ليه؟ ما احنا في البدايه قلنا لان العلم لوحده مش دلاله على التغيير. العلم كتر المعلومات فخ كلنا بنقع فيه بيترتب عليه. احنا بنقع في حاجه اسمها الحمل المعرفي. الحمل المعرفي بيوقف الدماغ بيقع في حاله اسمها فج برين، او المخ اللي هو بيبقى ضبابي. فالنتيجه ان انا ما بعرفش اخد قرار. فالحل ان احنا بنتعامل مع الحاجات اللي انا عايزه اغيرها، مش بالكتير، لا، بمبدأ القليل الدائم. ده اول خطوه معانا ان احنا نقول ايه، انا عايزه اكتسب عادات. هل احنا بنشتغل وبنتغير وبنتطور بسبب الاراده؟ يعني انا محتاجه قوه الاراده؟ الكتاب ده بيقول لنا لا. قوه الاراده عامله زي العضله، كل ما بتشتغلي عليها بتتعب وبتنهك. لو انت، وفي كلام كتير خطير فيها هقوله لكم واحنا ماشيين مع بعض. طيب لو كانت واحده صاحبتك، تخيلي كده يا استاذه سناء ان منيره كلمتك وقالت لك انا زعلانه جدا يا استاذه سناء، آه انا السبب في اللي حصل ده، و... ولو كنتش انا قلت كده ما كانش الناس دخلوا، وكان زمانهم دخلوا، ما حدش حضر النهارده. هو اساسا عدد الحاضرين كان المفروض يبقوا 5، لان انا مش عايزه يكون عددنا كبير عشان عايزيننا كلنا نشتغل. يعني كان في ناس اشتركت في الاستبيان، وقلت لا احنا كفايه علينا 5 عشان خاطر نقدر نتواصل مع بعض كلنا ونكتب ونتكلم براحتنا، ويبقى الوقت متوزع بالعدل. لان لو اكتر من كده مش هيكون في، مش هنعرف نطبق. فهتقولي لها ايه؟ هقول لها هما طبعا كان في فوت وكده واستبيان، لو كان الموعد ده مش مناسبهم كانوا هيقولوا اكيد، طب يعني مش شفتي؟ عجبني جدا رد. شفتي انت قلتي ايه لصاحبتك؟ لو كانت صح. صديقة عزيزة مكانك كنت هتقولي لها ايه؟ ايوه، مش انت السبب. شفتي بقى؟ اه فعلا. طيب يبقى احنا الصوت الناقد ده، حطي نفسك مكان، يعني هل احنا نقدر نتعلم ونتعامل مع نفسنا ان احنا، انا مش بقول نتساهل، هل احنا نقدر نتعامل كأن انا بنتي الصغيرة، كأن انا صاحبتي اللي بحبها، واقول لها وتيجي تحكي لي عايزة اتعامل مع ده ازاي؟ اكتب، اعمل فويس نوت، اقول اللي انا مضايقني سواء بالصوت او بالكتابه، انا مضايقه من الموقف الفلاني وكذا وشايفه نفسي كذا كذا، وحاولي تقري كأن واحده صاحبتك اللي بعتها لك، وردي عليها كأنك صاحبتها. هتقولي لها ايه؟ ليه احنا بنتعامل مع نفسنا على ان احنا مش احباب، احنا مش اصحابنا، احنا مش احبابنا ليه؟ آه انا بقى لما لقيت بنتي مثلا شويه ايه، انا قاعده تعبانه بقى وخلصانه، لا انا تعبت، انا ايه اللود الكبير اللي انا عاملاه على نفسي دوت، انا خلاص مش عنت هقدر اكمل اللي كنت بعمله قبل كده. فبنتي اللي قاعده جنبي دلوقتي عشان هي ثانويه عامه، بتقول لي ماما انت هتضحكي على نفسك، يا ماما انت ما شاء الله بتدي نفسك، انت بتبذلي مجهود قدنا كلنا، انت هتصدقي نفسك ان انت مش قادره وتقعدي تقولي لنفسك كلام. حسستني هو انا ليه ما بطبطبش على نفسي، هو انا ليه ما بقولش لنفسي كتر خيرك بعد موقف واثنين وثلاثه. يعني تعرضت لهم كده ان الناس يعني ايه، يعني انت قايمه بدور راجل، انت قايمه بمسؤوليات واحد راجل كان بيقوم بالحاجات دي، ليه مستصغره اللي انت بتعمليه؟ ليه مستصغره قيمه ان انت بتعملي شغلك بالاولاد ومسؤوليات البيت ومسؤوليات حاجتك ومسؤوليات باباكي زادت عليكي؟ ليه مستصغره اللي بتعمليه مع نفسك؟ حسيت ان انا محتاجه ابص في المرايه واقول لنفسي انا بحبك قوي، انت تعبتي، انت تعبانه معايا. وانا بدل ما اقول لها شكرا وكتر خيرك عماله احط عليها، عماله احط عليها. تمام؟ هتقولوا ايه لنفسكم النهارده لو بصيتوا لنفسكم في المرايه؟ ده لو بصيتوا في المرايه، مش هتقولوا حاجه. أمم، والله صحيح كتر خيرك، والله صحيح كتر خيرك، والله احنا شايلين كتير.
يا جماعه، ما الدنيا معروفه ان الدنيا اذى. احنا ليه بنحط على نفسنا فوق الاذى ده؟ يلا بقى نكتب مع بعض التمرين ده. الانجازات اليوميه بتعكس حقيقتك. اكتبي 3 اشياء قمت بيها اليوم مهما كانت بسيطه، ومش تقولي لي 100 حاجه. والبيت وتنظيف الثلاجه، لا قولي لي حاجه يعني ايه. نظفت 5 ارفف في الثلاجه، نظفت الثلاجه اللي كنت مش عايزه انظفها ومكسله. اكتبي. ده بند. مش المطبخ كله، المطبخ كله ده 600 بند. ذاكرت مع ابني، ابتسمت في وش اختي، كلمت والدتي، مهما كانت بسيطه. انا عايزه اقول لكم ان الملف ده انتوا هتاخدوه تطبعوه تدعوا لي. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ انا سعيده ان انتوا بتكتبوا. يعني انتوا بتكتبوا ولا نايمين؟ طيب. نكتب. خلاص بتكتبوا، تمام. غسلت مواعين اول باول النهارده، بجد بجد ده انجاز والله العظيم، كتر خيرك. المواعين اساسا بتتكاثر يعني. كويس كويس قوي ان انت غسلتي اول باول دي. حلو، جميل جدا يا منير، ما شاء الله، حلو قوي قوي. طيب بيعكس عنك ايه اللي انت كتبتيه ده؟ بيعكس ايه؟ ايه الحاجه، نقطه القوه اللي فيكي؟ ايه الحاجه الجميله اللي انت شايفاها فيكي لما غسلتي المواعين؟ حسيتي بايه ساعتها؟ ايه اللي عملتيه لما كلمتي اختك وطمنتي عليها؟ حلو قوي قوي، بهتم بالاخرين، دي قيمه عندي. دي حاجه ذات مغزى، دي حاجه نقطه قوه عندي، يعني هي قيمه وممكن تبقى نقطه قوه. ان انا بهتم بالاخرين، مش بقول يلا نفسي. لا، متابعه ابني ومتابعه اختي، برغم ان عندي مسؤوليه البيت وعندي الغدا وعندي تنظيف وتوضيب ولا بلا بلا، وعندي مذاكرتي وعندي، بس برضو ما بنساش الاخرين من حياتي. لما بتعرفي كده بتقولي، حسيتي بنفسك ايه دلوقتي؟ ايوه، حسيت بنفسي ان ليها قيمه. هل إيه احنا محتاجين احنا نحب نفسنا. محتاجين قبل ما استنى ان الناس، لان احنا، تخيلي مين يحب يقعد مع حد يعني. لو انت مش بتحبي ابنك الناس هتحبه. لو جوزك مش بيحبك الناس هتحبك. لو انت مش بتحبي نفسك الناس هتحبك. ميك سنس. لا، أكيد. ايوه. أيوة. انا مديكم فرصه تكتبوا اهو، مش بتكلم بقى عشان تكتبوا. طيب، احنا عايزين نستكشف بوصله نقاط القوه بتاعتنا. احنا دلوقتي عشان بنيجي نتغير يا جماعه، احنا ما بنبقاش شايفين الحاجات الكويسه اللي فينا. ساعات واحنا بنختار اهداف، الاول مين اللي كتب ال3 حاجات؟ كتبتيهم استاذ سناء، منيره، روضه؟ كتبتهم ولا بس اللي كتبتوه على الشات؟ اه او لا، بس كده بسرعه على الشات وانا معاكم. التمرين ده طب هيساعدك فيه عشان تبقي عارفه. ليه يا روضه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا بابا؟ ما أنا عايزاكي تشتغلي وتطبقي الاسئله دي. ايوه ايوه، شكرا يا استاذ سناء، ايوه برافو عليكي. طيب كويس يا روضه، اكيد الولاد ايوه بالظبط، اكيد الولاد منعوكي ان انت تعملي. ربنا تكملي، بس ربنا يعينك. بس حاولي ان انت تاخدي الملف وتكتبي فيه وتكتبي الاجابات بتاعته، لان ده بيساعد المخ ان هو عارفه. لو انا مش عارفه المشكله فين هحلها ازاي؟ لو انا مش عارفه ان هنا في حفره هتفاداها ازاي؟ فانا عايزه اتفادى ان اقع في الفخ بتاع كل مره اللي بيخليني ما بتغيرش. واول حاجه عشان اتغير انا محتاجه ايه؟ محتاجه ان اعرف انا التغيير اللي انا عايزاه ده بيمثلني انا ولا لا. التغيير اللي في افكار كتير جدا حوالين التغيير، في افكار كتير جدا غلط حوالين التغيير، وحوالين ان انا عايزه يعني زي مثلا فكره ان التغيير محتاج قوه اراده. لا، هو محتاج عادات مش محتاج قوة إرادة، وده طبعا ليه بحث كتير جدا فيه. زي ان مثلا التغيير افكار بقى، زي اما كل شيء، يا اما اغير كل حاجة، يا اما انا ما عملتش حاجة.
ايه المعيار اللي احنا بنقيس بيه التغيير؟ رقم ثلاثة، التغيير دوت لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو مش انت كلك اللي هتتغيري، الافكار والسلوكيات الذي جواكي ده من افكار، من هو ده اللي هيتغير. هنغيره ازاي؟ مش بكتر العلم، امال بايه؟ بالتطبيق. بالتطبيق. كتر المعرفة مش معناها كتر التغير، ولا سرعة التغير، ولا حتمية التغير، لا، بالعكس. طيب نشوف بقى، لو انا عايزه اعرف نقاط القوه بتاعتي، انا عايزه لما اتغير، هل اللي انا بختاره ده بيمثلني انا؟ يعني انا عايزه اتغير لحاجه. بصوا يا حبايب قلبي، هو ما هو استفدتي من هذا الامر؟ ان اكون ما هو استفدتي من هذا الامر. يعني انت تقصدي ان التغيير، اني اللي انا اتعلمته استفيد منه الاستفاده القصوى، صح كده ولا لا؟ هو لو انا مش عارفه دلوقتي النت بيقول ان انا قدامي مثلا 9 دقائق. لا، انا عامله الرابط انه مستمر، فانتوا اول ما نطلع ندخل تاني على نفس الرابط، مفيش مشكله خلاص. لو انا عايزه اتكلم عن التغيير، انا عايزه اتاكد ان الهدف اللي انا عايزه اوصل ليه بيمثل شخصيتي، مش مستلفاه من بره. وعايزه اتاكد ان التغيير، وحطوا خدوا بالكم من الحته دي، التغيير مش لازم يقع تحت اما يعني مثلا عايزه اخس 10 كيلو، لو انا خسيت 5 كيلو ابقى انا كده اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ هم. اتغيرت، اه. برافو عليكي، طالما اتغيرت. في تقدم، اه. حلو قوي، جميل جدا. فانا مش لازم اقول ايه بالسلق ازاي ده، طالما انا بقى ما عملتش ال 10 كيلو اما ارجع تاني، لا، انا اتغيرت في تقدم زي ما حضرتك قلتي. فانا بقيت احسن من اللي قبل كده. الاول احنا بنشوف احنا فين، وبشوف المرحله اللي انا عايزه اتنقل فيها فين، والفجوه ما بينهم. ايه اللي يساعدني في كده؟ في زي ما واحده، زي ما استاذه منيره. انا عارفه ان منيره ممكن تكون صغيره في السن، بس ما فيش مشكله ما اقول لها القاب برضو. استاذه روضه، استاذه منيره، استاذه سناء، كلكم على راسي من فوق. آه النشاط اللي انا عايزه امارسه ده، في انا عندي حب الاخرين وعندي تعاطف معاهم، ازاي اخلي ده نقطه القوه بتاعتي دي والقيمه دي تساعدني في تحقيق الهدف بتاعي؟ عشان كده احنا بنبقى عايزين نعرف نقاط القوه، ازاي استغلها في انها تساعدني، انها تبوشني لقدام. اوكي. فانا مش عايزه يعني ايه، مش تبقى عائق ليا. يعني انا مش عايزه نقاط القوه بتاعتي والقيم بتاعتي تبقى عائق، ان انا انت مع ليه ما حققتيش اهدافك حبيبه قلبي وخلصتي اللي بتعمليه؟ اصل انا قيمي ان انا بحب الناس، فانا عندي الناس اهم من الانتاج او الانجاز. لا، ما افكرش كده. طب افكر ازاي ان انا استفيد بيها واخليها تدعمني واخليها تساعد معايا وتسرع، تبقى عمليات كاتاليست، يبقى محفز للانجاز. قولوا لي افكار كده احنا ممكن نستخدمها، ان قيمه زي قيمه حب الناس نقدر نستخدمها ونستغلها لتسريع عمليه التطور عندنا. تقولوا لي 3 افكار. قولوا، كل واحد يقول فكره واحده عشان ننجز. ممكن. هم. هو ممكن في حاجة مرت بيا إن أنا مش هقدر فعلا إن أنا يحصل، مش هعرف إن أنا أساعد الناس من غير ما أتغير أنا، يعني أطبقها على نفسي عشان أقدر أخد الجوانب الإيجابية والسلبية اللي فيها، النقط اللي أنا مش واخدة بالي منها. لما أطبقها أنا هعرف أفيد الناس فيها بعد كده، يعني أبقى عارفة إيه النقط اللي بتوقعني، إيه النقط اللي أنا ما كنتش واخدة بالي منها في قبل كده، دي ممكن أوضحها وأساعد بيها الناس يعني. فهمتك، انت عايزه تقولي ان انت تكوني قدوه عمليه، مش مجرد تقولي نظريات، صح كده؟ أيوه، أه. فمن خلال تجربتك ورحلتك انت بتنقلي. شكرا ليكي، حلو قوي. استاذه منيره، ازاي التعامل مع الناس، وان انا يكون الناس قيمه في حياتي والتعاطف معاهم يكون كاتاليست يخليني اساعد على التغيير؟ استاذه سناء. انا بفكر يعني ايه، يعني مش مستوعبه السبب. يعني انا اول حاجه قالت يعني جت في بالي مثلا ان انا لو بحب حد قوي ممكن اديله دروس واعلمه قران واحفظه بقى واعلمه الاحكام اللي انا اتعلمتها.
بس ده هيساعد في تغييري انا او في نموي انا ازاي يعني؟ احساسي ان انا بقدم حاجة للغير، انا مش فاهمة يعني. هي ده هقول اللي لك. جه في بالي، فكنت بقول لحضرتك قولي لي مثال مثلا علشان ابدا اتحرك من خلاله. طيب، لو انا التعاطف او الناس في حياتي قيمه، فالمشاركة مقيمة، فإيه رأيك أنا وإنتي نعمل جروب تتابعيني، عشان أنا وإنتي نتكلم عن التحديات اللي بنقابلها، عن النشاطات الحلوة اللي بنقابلها. لما نتكلم أنا وإنتي هنتكلم أحدث حاجة إحنا وصلنا لها سوا، ونشارك مع بعض النشاط بتاعنا اللي إحنا عايزين نشتغل فيه، أو التطور اللي إحنا عايزين نعمل فيه. أو تعالي ما نروح سوا، أدور على حد هيروح معايا الجيم، هيساعدني هيحمسني إن أنا أروح الجيم، عشان أنا مكسلة إني أروح لوحدي. أو فاهماني؟ فاهمة الفكرة؟ اه، ايوه. وصلت؟ تمام. ما يفتح لي المايك ليه؟ مش عايز يفتح لك المايك. نفتحه حالا. اسك تو اميوت، فتحته لك. ايه، بسم الله. انا فتحته لك لو انت حبيتي تضغطي. انا هقفل الكاميرا دي، الكاميرا علشان خاطر هحطه على الشاحن، وانا معاكم برضو. طيب قولوا لي بقى، احنا اساسا اتكلمنا عن حاجه واحده اللي هي من نقاط القوه. طيب عايزين نشوف ايه الموضوعات اللي انا بتكلم عنها وبحس فيها بحماس غير طبيعي. لا، انا لما بتكلم في الموضوع ده بقى ما حدش بيوقفني، كل واحد كده يجاوب. قولوا لي بس تم، اول ما تخلصوا كتابه قولوا لي تم. انتوا بتفكروا قوي كده يعني، هل احنا ده معناه مش عارفين مثلا ولا ايه؟ انا مش عارفة فعلا والله. طيب احب اوصل معلومات للاخرين. يعني انت بصي، السؤال بيقول ايه الحاجه اللي انا لو جيت اتكلم معاكي فيها بتتكلمي بشغف، وبتتكلمي وانت فرحانه، وبتتكلمي ما نعرفش نوقفك حاجه كده. كل لما بتتكلم ما يعني، في مثلا ناس بتحب الطبخ، لو انت اتكلمتي في الطبخ تقعد تقول لك كل اصناف الطبخ، وهي شاطره، حتى لو بتعمل صنفين ثلاثه بتعملهم وهي بتحب الموضوع ده وبتبقى متحمسه جدا. وفاهمين قصدي؟ في مجال احب اوصل معلومات للاخرين ده ايه يعني. ايه هي المعلومات اللي انت عايزه توصليها للاخرين يا منيره؟ فاهماني؟ يعني انا عندي قدره وقابليه وبحب ان اتعامل مع الناس وهنقل للناس معلومات. ايه العلم اللي انت عايزه تنقليه للغير؟ انا عايزه اتكلم عن ربنا، عايزه ابلغ عن ربنا سبحانه وتعالى، عايزه احفظ الناس القران زي الاستاذ سناء ما بتقول. انا عايزه ان انا بكلمهم عن مثلا التربيه، انا عايزه اكلمهم عن التكنولوجي، انا عايزه ايه الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه. الرياضه، في ناس بتحب قوي قوي الرياضه، في ناس بتحب قوي قوي الخيل، في ناس، فاهمين قصدي؟ في ناس غيتها الشوبينج. ده معناه ان احنا لسه بنفكر ولا ايه يا جماعه؟ امم تمام. تمام. طيب انا هسالكم اسئله. حلو ان احنا بندردش معاها عشان بعد كده ابقى اسالكم اسئله كويسه. ماشي يا روضه، كتبتي تم؟ قولي لي بقى، انا عايزه انكشك. لا، اللي هو أي حاجة متعلقة بالتعليم والتكنولوجيا في التعليم يعني. آه، اكتساب مهارات، مثلا في تربية الأولاد، في تنظيم البيت. حلو قوي. صح، حلو قوي قوي، جميل جدا. استاذه سناء، لقيتي حاجه؟ طيب هنشوف السؤال التاني يمكن يساعدنا. الانشطه اللي انت بتمنحك طاقه لما بتعمليها بتحس انها تديك باور. انا لما بعمل الحاجات دي بحس ان انا عندي باور عالي، وان انا واو. هو هيقفل، فانا هقفل دلوقتي وهبتدي على طول الغرفه ندخل على طول. تمام.